يلا بينا ناخد تمرين الكتف. فرقت معايا جدا حرفيا، التمرينه عامله لي بامب في الدراع. اعمل فولو ويلا بينا. اول تمرينه معانا وهي يعتبر اساس الكتف، الشولدر بريس. تميل الكرسي سنه وتبدا تتمرن، طبعا باتقل وزن تقدر تشيله وتنزل للاخر وتطلع للاخر. تاني تمرين رفرفه جانبي على الكيبل، وهنخلي الكابل فوق شويه عشان نحمل في الكتف في وضعيه الاستطاله. ويا بقى لو انت لابس شدات من جي اف سبورتس، لو عايز تطلبه ده الكود الخصم بتاعي. تالت تمرين رفرفه جانبي بس على الماشين دي، وهتلف وشك وتلعبها، لان ساعات لو انت قعدت عادي ومسكت الماسكه برضو الريست ممكن يتحكم فيك وتطلع بالريست مش بالكتف. لو قلت اشرب بق ميه في نص التمرين لقيت بامب في ظهري. سبحان الله، التمرينه جايبه في كل حاجه. رابع تمرين بقى على الكتف الخلفي، هنخش على الفراشه بس هنقعد بالقعده دي ونلعب بالشكل ده، وهتجيب معاك جامد جدا انك حرفيا زودت اللود اللي على الكتف الخلفي، غير انك زودت المدى الحركي اصلا. بعد كده هناخد كتف خلفي بالحبل، بس هنا هنركب حبلين برضه عشان نوسع المدى الحركي. بعد كده ناخد ترباس، وبالنسبه لي الماشين دي جامده جدا.